تخيل كنت تكون ماشي بالعربية عادي، فجأة تلاقي وراك شخص براس حصان يضربك ضربة قوية. قصة راس حصان ده هو لسه شرير. فالنهاردة هحكيلكم القصة كاملة. راس حصان ده، يلا بينا نبدأ. راس الحصان ده أصلا طفل. الطفل ده كان عايش مع أبوه وأمه، وهو اسمه تقريبا جيسون، وعايش مع أبوه وأمه وأخته الصغيرة. وفي يوم اتأذى من اتنين اسمهم بيلي وسامانسا، ودي القصة دي حكيتها لكم قبل كده، وطبعا روحوا شوفوها ورجعوا تاني الفيديو ده. المهم الولد ده لما كبر اتأذى منهم بسبب ان امه قطعت راسه. وعشان كده منظمة اسمها الحواريون، وهم كده فكروا ان هما بيطهروا ارواح الناس، لانهم كده مبيطهروش الارواح ولا حاجة، وهم اساسا بيخدموا الشيطان. فكروا ان هما كده ان هما بيدعوا الرب او بيخدموا. طبعا دلوقتي كل منكم هيتساءل، طب ايه يعني ازاي رجعوا للحياة وازاي بقى راس حصان كده؟ فانا هقول لكم دلوقتي، ويلا بينا هنبدأ ازاي هو رجع للحياة. مبدئيا كده هو اخته بدأ يظهر لها وحش قوي جدا، والوحش ده بيخليها تقتل الناس. وفي يوم بنت ذبحت حصان، وبعدين جه البنت والوحش وذبحوا البنت. وبعديها البنت خدت راس الحصان وقعدت بتعيط للوحش، وطبعا بنعرف ان هي كانت بتعيط له عشان يرجع راس اخوها للحياة. طبعا بنشوف اوضة من الاوض اللي هي بتقول فيها دي ميو وماما، او هي تقريبا بتشتم مامتها لانها زعلت على اخوها بعد ما اتقطع راسه من هي ومنظمة الحواريون دي. طبعا الوحش رجع لها اخوها للحياة بس براس حصان، واخوها اتعصب جدا واتضايق لانه بنشوف في الاوض دراعي مكسورة تقريبا لانه كره وشه، وبعدها ضرب اخته وحبسها في الحمام. طب هتسألوني دلوقتي الام حصل لها ايه والاب حصل له ايه هو كمان واختفى فين؟ فانا دلوقتي هقول لكم. يلا، احنا بنشوف من الاوض في الاوض يعني بنشوف راس جمجمة، وده معناها ان اول ما رجع الحياة قطع راس امه عشان كان انتقام يعني. والاب برضه هيد هورس اساسا هو مش عارف هو فين، ولكن اللي ما يعرفوش هيد هورس ان ابوه مات وعمل حادثة، لان في بريد متساب على مكتبه مكتوب فيه ان هما بيعزوا اهل الوالد، وكان اسمه ويليام. تقريبا ابو هيد هورس اسمه ويليام. طبعا الام خبت الحاجة في الدرج عشان محدش يعرف ان طبعا ان الاب مات. وهيدورس مش عارف، بس هيدورس كان بيحب ابوه جدا، لانه هيقول ليه يا بابا انت سبتني، تقريبا معناه ان هو بيحب ابوه جدا جدا. طبعا ناس كتير دلوقتي تتساءل دلوقتي هو ليه هيدورس بيقتلنا؟ لان هيدورس فكرنا ان احنا من الناس اللي قطعوا راسه ودمروا حياته، هو هيفضل كده للابد طارد كل الاشخاص اللي تمر من جنب بيته. بس دي كده دي القصة. وطبعا يعني قبل ما اقفل الفيديو هقول لكم ان القصة دي مش 100% او متمش توضيح القصة اساسا، فبس كده وسلام. وعايزة بس اقول اخر حاجة للناس اللي متجيش تعمل لي كومنتات او اشتراك، او متجيش حتى تكتب لي حاجة. فانا نفسي بس الناس تكتب لي وتقول لي عايزين العاب اكتر، عشان انا طبعا اجيب لكم الالعاب طبعا. واسفة على السحبة الطويلة اللي انا عملتها، لاني طبعا كنت بس تعبان شوية. وبس كده، وهي دي القصة. سلام.